انا كنقول لكم ان القرار ديال النيابه العامه المخرج الوحيد هو قرار النيابه العامه بتاجيل البث او تاجيل ابداء موقفها الى حين فسح المجال للسي مصطفى الخصم ان يدلي بالاثباتات الضروريه بشان تلك التصريحات التي ادلى بها. يعني نحن نعلم انه ما قام به هو الجهر بالحق ليس الا ما قام به مصطفى الخصم. انتم تعلمون انه الجهر بالحق ليس الا هذا الحق سنبسطه امام النيابه العامه وستتخذ القرار على ضوئه لانها مخوله باجراء المتابعات ماشي في حق مصطفى الخصم وحده، في حق جميع من يرتكب جرائم. ولا شك ان في تلك الاقوال التي قال بها مصطفى الخصم جرائم ارتكبت من طرف الغير، نحن مطالبون الان باثباتها وستتخذ العداله مجراها في مواجهه الجميع. لا وجود لاي كفاله طبعا. سي مصطفى الخصم اطلق سراحه وهو حر بدون كفاله وبدون لا كاين لا 5 مليون ولا اي تدبير، هو حر كما كان وسيبقى حر. من دابا شهرين غنلتقي بالنيابه العامه من جديد. شكرا لكم. انا جد مسرور وجد فخور بالعداله ديالنا وبالنيابه العامه التي يعني اخذت الامور برويه وباتزان وبحكمه. هذا هو اللي كان عندنا مطلوب ان يفسح المجال للسي مصطفى الخصم ان يثبت الاقوال ديالو وما قاله بشان التلاعبات التي كما تعلمون كما قلت لكم هي حديث الشارع وحديث العادي والبادي ولا يمكن التستر عليها. شكرا لكم. معنا متابعينا هذا تصريح ديال المحامي ديال مصطفى الخصم السي عمر حلاوي اللي قال انه من دابا شهرين ان شاء الله بحول الله غناخذوا من عنده التاريخ فوقاش ان شاء الله بحول الله التاريخ ديال الاجراء ديال اول جلسه غناخذوه معاه ان شاء الله بحول الله. غادي ياكد لنا فوقاش اول جلسه ديال اللي غادي تحدد ديال مصطفى الخصم. متابعينا هذه هي الاجواء هنا من امام محكمه الابتدائيه بمدينه صفرو. كل المغاربه كيأكدوا على التضامن ديالهم. متابعينا بارك الله فيك، بارك الله فيكم متابعينا. كما شفتوا معنا الحيثيات ديال موضوع مصطفى الخصم وصلنا لكم كل المعلومات. المحامي ديال مصطفى الخصم هو اللي اكد ان مصطفى الخصم ما خلص لا كفاله لا حتى شي حاجه، خرج في سراح مؤقت بدون اي كفاله بدون اي هذيك التصريحات اللي قال من قبل. يعني تم اطلاق السراح ديالو بدون 5 المليون بدون اي حاجه. وهذا كيأكد نزاهه العداله واستقلاليه القضاء. كنأكدوها من خلال هذا اللايف، استقلاليه القضاء ونزاهه العداله اللي اكدها المحامي. ظروف المحاكمه غتكون اكيد ظروف عادله ان شاء الله بحول الله. تحياتي له مثلا لا صافي داس. متابعينا هذه الاجواء هنا من امام محكمه الاستئناف محكمه الابتدائيه عفوا بمدينه صفرو. استنفار كبير وكتشوفوا معنا حتى المواطنين اللي جاوا من مدينه صفرو وفرحانين. غنشوفوا واحد خويا فرحانين خويا فرحانين اخويا بزاف، وكنشكروا المؤسسه القضائيه كنشكروها بزاف على العداله ديالها. كنا من مدينه ايموزار بالفعل كل التضامن مع السيد مصطفى. بالفعل كنشكروا السيد وكيل الملك، كنشكروا المؤسسه القضائيه بمدينه صفرو، كنشكروا كل الاطر اللي كانوا واقفين، وكنشكروا المواطنين المناضلين اللي خداو هذا العناء هذا وخداو هذه البادره باش يوقفوا مع مصطفى الخصم. وديما مع هذه الاجواء متابعينا هنا المواطنين كما شفتوا معنا اللي حاضرين بقوه هنا امام محكمه الاستئناف كيعلنوا التضامن ديالهم. وشفتوا معنا الناس جايين من مدينه موزار باش يتضامنوا يعلنوا الاعتماد. لا جميع المنابر الاعلاميه، تحيه لجميع المنابر الاعلاميه وما داو حتى فرانك. لا شوف خويا خاص مؤسسات قضائيه. مرحبا بارك الله فيك. كما كتشوفوا معنا متابعينا شكرا لكم على هذا. واخا شي كلمه اجي معنا خويا اجي معنا خويا. السلام عليكم. تيبا الاخ واخا اجي منصف
واخا محمد خويا انتم منين بلاصه جيتي لهنا؟ منظمة اليمامة البيضاء من فرنسا ومغاربة العالم ملتحمون متضامنون مع قضية مصطفى القجع. عفوا مصطفى الخصم. مغاربة العالم في تضامن مع مصطفى الخصم في معاناته هنا مع الفساد المستشري في المؤسسات داخل الوطن. مصطفى القجع واحد من أبناء الخصم، واحد من أبناء الجالية المغربية التي رفعت علم المملكة عاليا في كل واخا خويا اليوم شفنا نزاهة القضاء واستقلالية القضاء. نزاهة يعني باش نقولوا فساد المؤسسات، الحمد لله مصطفى الخصم ما خلص التاريخ كما قال المحامي، وكاينه استقلالية القضاء والنزاهة. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على تلاحم الشعب المغربي بكل مكوناته ضد الفساد. فمصطفى الخصم بتلقائية بتلقائيته حاول أن يدافع عن المملكة كمنتخب من الجالية المغربية بالخارج، وبالتالي فضح الفساد كغيره من الناس، وكان مصيره رغم تلقائيته فحسن النية هي التي يمكن الاعتماد عليها وليست سوء نية. الآن تم إطلاق سراحه دون كفالة، وسيقدم في ظرف شهرين كل ما يمكن إثباته في قضيته. شكرا لعدالة من فوقها، أي من فوق العدالة تسمو فوق الجميع وليست عدالة من تحتها. شكرا مصطفى الخصم، وتضامن كلي لمغاربة العالم مع هذا المواطن. شكرا. بارك الله فيك. كما سمعتوا معنا متابعينا، هذا كان واحد من مغاربة الخارج اللي عبر على الرأي ديالو. متابعينا تحية لكم، إلى مباشر آخر إن شاء الله بحول الله.